يعني إيه الست الرايقة؟ السؤال ده بقى منتشر جدا في الفترة دي، وكل الناس بقت تتكلم عن الست الرايقة وكأنها ترند أو حاجة مطلوبة من كل بنت وست. فتعالي نفهم يعني إيه الست الرايقة. الست الرايقة ببساطة هي هادية في طاقتها، مش متوترة ولا نكدية، عندها سلام نفسي، مش بتدخل في مشاكل وخناقات على الفاضي والمليان، بتعرف تستمتع بحياتها حتى بأبسط الحاجات، مشغولة بنفسها وبتطورها وبتعتني بروحها وجسمها، عندها ثقة في نفسها ومش بتدور على رضا الناس طول الوقت، بتتكلم بهدوء ولبقة في تعاملاتها. طيب ليه كل الناس بقت تتكلم عنها؟ واحد، لأن الراجل بقى يدور على الهدوء، مش عايز ست تكون دايما مشغولة بالضغط واللوم عليه. اتنين، الست نفسها بقت تعبانة من الضغط العصبي والمقارنات، فبقت تحلم تبقى رايقة عشان تريح نفسها. تلاتة، السوشيال ميديا بقت تروج لفكرة الأنوثة الرايقة والاستقلال الهادي. أربعة، لأن الراحة النفسية بقت عملة نادرة واللي يقدر يوصل لها يبقى فعلا مميز. هل ده معناه إن الست الرايقة ضعيفة أو بتسكت عن الغلط؟ لأ، أبدا. الست الرايقة بتعرف تقول لأ بس بطريقة لبقة، بتحط حدود وقت واضحة من غير عصبية، بتبعد عن الطاقة السلبية، مش بتواجهها بنفس الأسلوب، مش بتهمل حقوقها بس بتاخدها من غير شوشرة، بتتكلم بهدوء وطاقتها هادية. الناس بتسميهم دلوقتي الستات الرايقة. بس يا ترى يعني ازاي تبقي رايقة؟ هل ده معناه انك ضعيفة ولا طيبة بزيادة ولا مش فارق معاكي؟ تعالي نحكي القصة من الأول. الست الرايقة مش معناه ساكتة ولا معناه بتتغاضى عن حقها ولا انها مستسلمة لأي حد. الرايقة دي واحدة عارفة قيمة نفسها، بترد بهدوء وبتبعد عن المشاكل، مش بتاخد كل كلمة على أعصابها. الست الرايقة بتختار المعارك اللي تستاهل طاقتها، يعني مش كل حاجة ترد عليها ولا كل حد تديله فرصة يدخل حياتها. الرايقة مشغولة بنفسها مش بالناس. ازاي الناس بقت تدور على الست الرايقة؟ زمان كان في اعتقاد الناس ان الست اللي صوتها عالي ومسيطرة وعارفة تزعق قوية، بس دلوقتي الكل بيدور على الهدوء، الست اللي بتفهم من نظرة، اللي وجودها مريح، مش بتغرقك بلوم او طلبات كتير. الراجل بيحب الست اللي بتريحه مش اللي تحسسه انه في معركة، والصديقة بتحب صاحبتها تطمنها مش اللي تنكد عليها. وانتي اكيد بتحبي نفسك لما تكوني هادية ومتزنة ومتصالحة مع نفسك. الفرق بين الست الرايقة والست الضعيفة: الست الرايقة مش ضعيفة أبدا، هي بس اختارت تبقى عاقلة. يعني إيه؟ يعني مش بترد على الغلط بغلط، مش بتدافع عن نفسها بصريخ، هي بتتكلم قليل بس كلامها يوزن دهب. الناس بتحترمها من غير ما تفرض نفسها، لو حد قلل منها ممكن تمشي، بس عمرها ما تقلل من نفسها لأنها عارفة إنها غالية. إزاي توصلي للست الرايقة اللي جواكي؟ أهو هنا السؤال المهم. الست الرايقة مش بتتولد كده، دي بتتكون. تعالى أقولك إزاي توصلي للمرحلة دي. رقم واحد، لازم تهتمي بنفسك، اعملي روتين بسيط لنفسك، جسمك، شكلك، أكلك، نومك، مش رفاهية، ده احترام لنفسك. اتنين، امسحي الدوشة، خلي دايرة علاقاتك صغيرة ونضيفة، ابعدي عن النميمة والناس اللي دايما شايفة كل حاجة سلبية. رقم تلاتة، خدي بالك من طاقتك، ما تضيعهاش في الجدال أو في محاولة تبرير نفسك، يعني اللي مش فاهمك مش لازم تحاولي تقنعيه. أربعة، اشتغلي على سلامك النفسي، اقري، اذكري ربنا، امشي شوية، تأملي، كل حاجة بسيطة بتفرق. رقم خمسة، اقبلي نفسك بعيوبك وبمميزاتك. الست الرايقة بتقول أنا مش كاملة بس راضية وبطور من نفسي على مهلي. ستة، اتعلمي تقولي لأ، ولما تقولي أيوة تكوني حاسة بيها من قلبك، مش بتعملي كده عشان محرجة أو مضطرة. الست الرايقة في العلاقات: الست الرايقة لما بتدخل علاقة بتدخل وهي كاملة، مش بتستنى حد يكملها ولا ينقذها ولا يسعدها، هي عارفة تسعد نفسها، مش بتجري ورا الاهتمام، هي وجودها كفاية يخلي اللي حواليها يدوها التقدير من غير ما تطلب. ولو العلاقة أذتها بتنسحب بهدوء من غير دراما ومن غير ما تنهار. الست الرايقة مش بتتعلق بحاجة، هي بتختار، ولو لقت نفسها بتتأذي بتعرف تمشي ورا كرامتها. وفي النهاية عايزة أسألك سؤال: هل انت تقدري تبقي ست رايقة؟ الإجابة تقدري جدا، بس لازم تختاري القرار ده بإيديكي، تختاري نفسك أولا، تختاري انك تطمني،
تختار انك ما تبقيش في سباق مع حد ولا في خناقة مع كل موقف. وفي النهاية الست الرايقة مش ترند، دي أسلوب حياة. وافتكري دايما ان الست الهادية من جوه أقوى مليون مرة من صوت عالي من بره. لو حسيت ان الكلام ده لمس قلبك اعملي لايك واشتركي في القناة، وفكري تشاركي الفيديو مع واحدة نفسك تشوفيها رايقة ومبسوطة. وافتكري دايما انك مش هتعيشيها صح غير لما تبدأي تختاري انك تبقي في سلام مع نفسك وبس. يا ريت تشاركيني رأيك في الكومنتات عن موضوع الفيديو بتاع النهاردة، وايه مفهومك عن الست الرايقة. ممتنة جدا لوجودك معايا ولمتابعتك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.